ياسر. ياسر ابراهيم تألق غير عادي، ممسك الخشب. جمهور الزمالك كله طبعا بعد المستوى العالي ده طبعا شايف فيك حاجات كتير قوي، ومنها اهم حاجه اللي هو بقى بيشبهك بمدحت عبد الهادي 2014. انت شايف الثقه دي بقى، تقول ايه لجمهور الزمالك بعد الثقه دي؟ انا بشكره طبعا، وده حاجه شرف ليا ان انا بشبهه بكابتن مدحت عبد الهادي. دي حاجه طبعا ثقه كبيره جدا وشرف ليا ان انا اكون زيه، ويا رب ابقى زيه الاحسن زيه كده. انا طبعا يعني الحمد لله الاداء اللي انا بعمله دلوقتي حاجه يعني مش من فراغ، دي برضه من ثقه الكابتن ميدو، واداني الثقه وقال لي العب ما تخافش من اي حاجه، وانا بعمل اللي عليا في الملعب الحمد لله، ربنا اللي بيكرمني في الملعب. كابتن ياسر، انتوا الماتش اللي فات لعبتوا بخطه ثانيه غير ال 4-4-2، لعبتوا ب 3-5-2. لا احنا بدأنا الماتش زي ما بدأتوا، بس في الشوط الثاني لعبتوا 3-5-2. لعبنا يعني ليبرو مقلوب، يعني بيلعب قدامنا بعد كده من الكره تبقى معانا ضدنا بيرجع ليبرو عادي. في الماتشات اللي فيها سرعات الطريقه دي بتريح اكتر اللاعب المصري مثلا، يعني الماتشات اللي فيها سرعات هي عادي يعني، بس السرعات هي بتفرق في حاجات، مثلا دي دماغ مدرب، كل مدرب له دماغ بتفرق، عايز يأمن كويس قوي. يعني احنا اول ما جبنا الجول ما أمناش، لا احنا عادي لعبنا، سمحنا ب3 يعني احنا نازلين اصلا واحنا متعادلين ب3 خلاص، احنا يعني الماتش خلاص كده يعني احنا مش عايزين اكتر من كده، اللي حصل فعلا. انت يا ياسر ابراهيم، انتوا طب مين اللي كان بقى بيلعب فيكم ليبرو، صلاح ولا؟ لا كابتن فتح الله. كابتن فتح الله. وانت فيها كابتن ان شاء الله في الماتشات الجايه والادوار الجايه. ماشي.